الاستاذ وحيد حامد كتب الانسان يعيش مره واحده، اتعمل منه مسلسل اذاعي اخراج مصطفى ابو حطب، واتعمل منه فيلم سينما اخراج سيمون صالح، العملين بطوله عادل امام. في الاذاعه كانت شخصيه الدكتوره امل عملتها هاله فاخر. في السينما كانت يسرى. في الاذاعه شخصيه بكري الصعيدي عملها العبقري العظيم صلاح منصور. في السينما عملوا العبقري العظيم برضو علي الشريف. اني عجبني اكتر؟ هحرق. حذرت. انا عجبني فيلم السينما اكتر. المسلسل الاذاعي نهايته قاتمه زيادة عن اللزوم. في برضو فرق برضو في شخصية أمل. الشخصية هي جريئة قوي ومقدمة قوي وأجريسيف على واحدة لسه طالعة من تروما. يعني ده وجهة نظري. في السينما شخصية أمل كانت بالنسبة لي كانت تمام منطقية. الفيلم والمسلسل بيتكلموا عن الهروب. شخصية هاني اللي هو عمله عادل إمام هو هربان من حياته ومسؤولياته في القمار. بسبب ما هم قرروا ان هم يودوه على السلوم. دكتورة امل بسبب التروما اللي حصلت لها فهي باختيارها قررت ان هي تهرب. تروح فين؟ تروح فين؟ راحت السلوم. في السلوم بقى بنلاقي مين بقى؟ بكري الصعيدي. بكري الصعيدي اللي هو هربان بقاله حاجة وعشرين سنة حتى ما شافش ابنه، بسبب ان هو خايف من هريدي ان هو والطار والكلام ده. شخصية بكري الصعيدي شخصية جميلة جدا ومتناقضة جدا. فهو الراجل ده هو مخيف جدا ووديع جدا وغلبان جدا في نفس الوقت. والعلاقة ما بين هاني وبكري يعني ممتعة. يعني جميله. يعني فاهم ازاي هما الاتنين بيغيروا بعض في طوال الاحداث. وبعدين لما بيفتح قلبه هاني بيقول له انا نفسي انام، نفسي انام مره بالليل. فبيقول له طب انا هحرسك. وبعد كده بيقول له جمله من اروع الجمل. يعني قال له بكري انت حمار يا بكري. لو ما كنتوش شفتوا الفيلم او سمعتوا المسلسل بنصحكم تروحوا تشوفوا. هتنبسطوا. ان كنت انا انبسطت اكتر بالفيلم السينما. اسمي عزت امين، من فضلكم اعملوا لي لايك ومتابعه وشير.